السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة بقى هنعمل مع بعض شوية قراقيش تحفة، تنفع كده بقى مع كوباية شاي بلبن الصبح في الفطار او في العشاء، حاجة كده جميلة. ده غير ان انتي بقى لما تولعي الفرن كده وتشغليه وتدفي البيت تحسي كده فيه ريحة خير في البيت، مفيش احلى من كده بصراحة. عايزة اقولك بعمل قراقيش هشة ومقرمشة ولذيذة ان شاء الله، على ضمانتي جربيها وهتعجبك. هقولك على طريقتي البسيطة: نص كوباية مية دافية، هضيف عليه باكت خميرة من 10 ل 12 جرام ومعلقة سكر، وهركنهم على جنب شوية تمام، بحيث ان الخميرة تشتغل وترفع معايا بسرعة، ما تاخدش مني وقت. واتأكد برضو من نشاط الخميرة. محضرة كيلو دقيق متعدل الاغراض، هنزل عليه بمعلقة السكر التانية، كنت محضرة معلقتين سكر، هنزل عليه معلقة السكر تانية، ذرة ملح، و3 معالق سمسم ابيض. انا هنا مستخدمة سمسم ابيض عشان هسخن السمنة. لو مش هسخن السمنة هستخدم سمسم محمص. وضفت فانيليا، لو عندك هنا روح جوز الهند ضيفي منها، بتدي ريحة مش عايزة اقولك، تحفة تحفة. محضرة ايه بقى؟ ده 2.5 كوباية السمنة بلدي على زيت، بسخنهم، انا مش بغليهم، السمنة اساسا متسيحة، كانت عندي من قبل كده متسيحة، برفعها على النار بسخنها علشان تنزل على السمسم كده تحمصه. الخطوة دي حلوة جدا، السمنة مش مغلية ومش باردة، انا بحب اعملها كده بصراحة. لما بنزل بس نزلت بقد ايه بقى؟ بالكوباية اللي انا وريتها لك دي او مج الشاي، 2.5 كوباية سمنة بلدي على زيت. فضلت ابس كده في الدقيق واغلف الدقيق كويس جدا مع مقدار المادة الدهنية اللي انا حطيته، يعني مدة مثلا 7 أو 10 دقايق قبل ما ابتدي اضيف الخميرة. خطوة البس ديت اللي بنعملها في الكعك هنا برضو مهمة جدا، ممكن تضيفي ريحة كحك او شمر وينسون زي ما انت حابة، انا هنا ضفت فانيليا بس. تمام. بعد ما ببس كويس الدقيق مع المادة الدهنية بنزل بمقدار الخميرة. ماشي. بعد كده نزلت بايه بقى؟ بكوباية لبن. كوباية اللبن انا ضايفه لها معلقة قشطة. لو ضفتي هنا مية ينفع جدا تضيفي مية خالص من غير لبن ولا حاجة، بس هتديها قرمشة زيادة عن اللزوم. انا حسيت ان كوباية اللبن يعني العجينة لسه ما لمتش معايا، فضفت كمان نص كوباية لبن، يعني انا ضفت 1.5 كوباية لبن دافي، بس انا ضايفه بس معلقة قشطة. لو مش عايزة تضيفي لبن هتضيفي مية، بتديها بس قرمشه زياده، انما انا هنا كانت القرمشه مظبوطه. لو عايزاها مقرمشه قوي مش هتضيفي لبن، وهتضيفي بداله ميه، والميه طبعا تكون دافيه. بغطيها وبسيبها ترتاح، مش تخمر، ترتاح بس من 10 ل 15 دقيقه على ما اجهز حاجتي، وضروري تكون متغطيه عشان وشها ما ينشفش معايا. ماشي. في الخطوه دي انا مش بخمر، انا بريحها بس، وبعد كده هبتدي اشكلها. شكليها زي ما انت عايزه. يبقى لو عايزه تضيفي روايح بقى، عايزه اقولك على روايح حلوه جدا، ريحه الكحك حلوه، ريحه جوز الهند حلوه جدا، بتمشي جدا مع القراقيش. ممكن تضيفي شمر وينسون، براحتك، بس لو عايزه تضيفي شمر وينسون يكونوا مجروشين، ما يكونوش حصى، ودي حريه ترجعلك برضو. انا بطحنهم في المطحنه قبل كده وبضيفهم مطحونين. ابتدي بقى شكليها، وانت بتشكليها خلي سمك العجينه يكون رقيق، ما يكونش سميك. ليه؟ عشان لسه هترفع او هتخمر معانا. معنا بعد ما بنخلص الخطوه دي بنسيبها بقى ترتاح، زي مثلا نص ساعه، ساعه الا ربع، مش بروح اخبزها على طول. بصي سمك القراقيش عامل ازاي، رقيق، لان لسه هترفع معانا او هتخمر معانا او هتعلى معانا شويه، مش عايزينها تبقى تخينه ومقلبظه شكلها مش حلو، عايزينها سمباتيك كده زي ما وريتها لك في اول الفيديو. انا عندي صواني كتير، بس انا بفضل في تسويه المخبوزات او الكيكات الصواني الالومنيوم، هي افضل حاجه بالنسبه لي. عندي بايركس وصواني كتير وتيفال، لا، الالومنيوم هو افضل حاجه عندي، وافضل تسويه باخدها في صواني الالومنيوم. شكلي كل الكميه بنفس الطريقه وسيبها ترتاح شويه. وتعالي هنقولك بقى ايه بقى، هقولك التسويه. التسويه مهمه جدا، التسويه هنا مهمه جدا. عايزه اقولك انا عاملاها لونها حلو، انا مش عارفه هو ليه طالع اللون كده في الفيديو ده، كان لونها تحفه. ينفع تسوي في فرن البوتاجاز وينفع تسوي في فرن ايه، الغاز. هقولك دلوقتي هنسويها ازاي. انا عملت المقدار، عمل لي الصينيه دي وعمل لي الصاج. مقدار الكيلو دي ما شاء الله عمل لي الصينيه دي ما شاء الله اكبر صينيه في الطقم، وعمل لي الصاج ده ما شاء الله يعني. ماشي. التسويه بقى ممكن تسوي في فرن البوتاجاز وممكن تسوي في فرن غاز، حسب ما انت عايزه تعملي.
انا ساعتها سويت في فرن الغاز. فرن الغاز بيبقى حامي شويه، اشغله يسخن الاول درجه حراره هاديه، لان الفرن ده اصلا بطبيعته حامي، غير فرن البوتاجاز. فرن البوتاجاز ممكن تعليه شويه، انما ده لا، طبيعته حامي. فانا بشغله اسخنه الاول، وبعدين بهدي النار من فوق ومن تحت، وبسيب القراقيش فيه وبتابعه، ببقى قاعده قدامه مش بسيبه وبمشي. لو بسيبته ومشيت اعرف ان هي هتبوظ، لان الفرن ده اصلا ناره حامي. انا كنت عليت الشعله شويه عشان كنت قاعده قدامه. اوعي تولعي على القراقيش وتسيبيها وتمشي، اقعدي قدامها زي انا بعمل كده وتابعيها، عشان خلي بالك ممكن تتلسع منك في حاجه بسيطه. لو سبتيها تتلسع منك. هي لونها حلو والتسويه بتاعتها مظبوطه، بس في كام واحده كده يعني خدوا لون زيادة من الجنب، عشان الفرن ده اصلا شعرته عالية. لو في فرن البوتاجاز هتسخني الفرن الاول، وتحطي على القراقيش او الصينية بتاعتك على الرف الاوسط، ودرجة حرارة 180 190، وتبشريها. بتشغلي الفرن من تحت بس، ويكون الفرن سخن كويس جدا قبل ما تدخليها. ده بالنسبة لفرن البوتاجاز. وفرن الغاز حرصي منه، عشان خلي بالك ده بيلسع الحاجة بسرعة، هو بطبيعته حامي اصلا. فانا ما بسيبش الحاجة، بعمل حاجة قاعدة قدامها. ما تنسيش بقى تعملي لايك وتشتركي في القناة.